عندك هذوما ثلاثه مناصب تختار شخص واحد انه تزكيه باش يكون موجود في الموقع هذايا. احنا ناخذوا المنصب اللي يهمنا حاليا واللي هو عضويه المكتب التنفيذي للكاف. قبل كل شيء ايمن خلينا نشوفوا مكونات المكتب التنفيذي للكاف اللي هو فيه رئيس الكاف، فيه 5 نواب للرئيس، كاتب عام، ثم البقيه يقعدوا اعضاء. علاش قلنا البقيه يقعدوا اعضاء؟ لانه فما اعضاء يتم تسميتهم من قبل رئيس الكاف، هما تقريبا زوز اعضاء بخلاف اللي تم انتخابهم من كل بلاد. كيف فما الاعضاء اللي تم انتخابهم في ولا تم اختيارهم انهم يكونوا في مجلس الفيفا يكونوا عندهم العضويه اوتوماتيكمون في الكاف. شكون الاشخاص اللي يكونوا في المكتب التنفيذي للكاف؟ هما الاشخاص اللي عندهم الحق يصوتوا على مسائل مهمه، يعطيوا رايهم على مسائل مهمه. وهذا علاش برشا عباد تقول لك ما يلزمش تونس تسلم في بلاصتها في الكاف وتعتبر انه المقعد هذا يخول لها انها تدافع على تونس. لكن المسائل المهمه جينيرالمون تتلخص في خلافات وعرك واربيتراج ومشاكل دون سو سونس اللي هي متعرض لها النوادي نتاعنا المشاركه في المسابقات الافريقيه ومتعرض لها المنتخب الوطني نتاعنا. دونك كي باش تصير حاجه دون سو سونس لازم المقعد نتاعنا ما يكونش فارغ، وحتى كان باش يدافع علينا تكون بجنسيتنا نحن مش بجنسيه اخرى. هذه الفكره يعني اللي هي هذه الفكره. ايمن لكن فما فكره اخرى تقول لك هل انه باش ندافع على نادي والا على المنتخب نستحق يكون عندي مقعد في المكتب التنفيذي؟ شفنا برشا اشخاص فاعله حتى لو كان ما عندهاش منصب، يعني هوني تكون بقوتك انت كدوله رياضيا وموقعك في الكاف حتى وكان ما عندكش هالمنصب هذا. ولكن نحب نقول انه المنصب ايمن ما يمثلش تونس فقط. برشا عباد تتخيل انه تونس كي باش تترشح باش تمثل فقط تونس. اي شخص فما عندنا التقسيم الجغرافي، فوالا التقسيم الجغرافي احنا نتبعوا منطقه الشمال. عندنا زاد جرافيكا تو نشوفوه، فوالا منطقه شمال افريقيا اللي فيها تونس، الجزائر، المغرب ومصر. مش هذا الجرافيك ميساج اي فوالا هذايا هو منطقه شمال تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا ومصر، وبقيه المناطق الاخرى. على كل منطقه يترشح ممثل واحد مبدئيا. تنفسروا الممثل الثاني كيفاش يكون، اي هات نقولوا الثاني. بالنسبه لمنطقه السود معناها الجنوب يكون متمثل فيها زوج اشخاص لانه فيها برشا دول. به هنا باش نحكيو على تونس. شكون المنافس لتونس العام هذايا؟ حاليا تونس وحدها، معناتها تونس هي اللي قدمت الترشح الوحيد. فما امكانيه انه تكون فما منافسه مع الجزائر، تنحكيو عليها الجزائر. لكن قبل نمشيو للجرافيك اللي بعد هذايا باش نحكيو مثال على البلدان اللي معانا فرد منطقه. نحكيو على فوزي لقجع من المغرب، نحكيو على هاني ابو ريده من مصر. هذوما زوز معناتها معنيين بانتخابات الفيفا، هما اصلا يصبوا الترشح نتاعهم في الفيفا. قعدت بالنسبه للمرشح الليبي عبد الحكيم الشلماني، هو الموندا تقعد 4 سنين، ولكن ديما بعد عامين يتم انتخاب اعضاء جدد. علاش؟ يحبوا يخليوا الاستمراريه. معناتها انا كي ندخل مثال هما الانتخابات صارت 2021 2023 تم انتخاب اعضاء اخرين باش هذوما عندهم زاد موندا 4 سنين باش هما يعملوا عامين مع المكتب القديم وعامين مع المكتب القديم، وهكا يكون فما استمراريه وضمان استمراريه في تعاطي مع الملفات. دونك رئيس الجامعه الليبيه باش يكون موجود لاني باش يكون موجود العامين الجايين معناتها الى حد 2027 الموندا تاعو توفى 27 عامين مازالوا له عامين، عدى عامين ومازالوا له عامين. هذا علاش ليبيا ماهيش موجوده معنيه ومش موجوده في السباق هذا، ساشون كو ليبيا راهي باش خذات المقعد هذا دخلت في انتخابات مع الجزائر وربحت ليبيا. ناخذوا نحكيو على المرشح الجزائري. الى حد اللحظه هذه وقبل 48 ساعه من غلق باب الترشحات ما فما حتى ترشح رسمي. نحكيو رسمي يعني اوراق وصلت لاداره الكاف. لكن الاسم المتداول واللي كان من المفروض انه يترشح هو وليد الصادي رئيس الجامعه الجزائريه لكره القدم. المرشح هذا اخذ الموافقه من سلطه
جلسه الاشراف معناتها عطاته الاوكي نتاعها، ولكن بمجرد اعلان تونس انها قدمت عضو للترشح تحس انه هو قال انه حسينا انه خسرنا القوه نتاعنا في الكاف، وانه في الانتخابات زايد باش ندخلوا مع تونس لانه نجموا نخسروا. فمازال لحد الان كما قلنا ايمن ما فماش ترشح لم يعلن رسميا، ما اعلنش رسميا، وفما حديث على انه باش ينسحب كاريمون من السباق هذايا. وهنا قال سامحني، مش المفروض معمول به يصير تنسيق قبل بين الاتحادات شكون يقدم وشكون؟ هذه خساره قبل معناها هو ينسقوا بين بعضها ما ينتي الجزائر. في 2021 الجزائر انسحبت وخلت بلاصتها السيد وديع الجيري بالضبط. وتويك زيد تعرف انه الخلافات تفوت الرياضه، خاصه كي نحكيو على المنطقه نتاعنا معناتها منطقه شمال افريقيا، فخير انه ينسحب بدخول تونس اللي نتخيل انه عندها القوه اكثر منه. هذا بالنسبه للجانب على المستوى الافريقي. ايمن نحكيو على المستوى الوطني شويه معلومات. 10 اكتوبر 2024 جات وثيقه الجامعه التونسيه لكره القدم من الكاف بالطبيعه تقول فيها انها قدموا لي المترشح نتاعكم الواحد من المناصب هذوما اللي باش تختاروهم قبل 12 نوفمبر 2024، وهذا اخر تاريخ لايداع الترشحات. البروسيدور اللي تصير عاده في تونس انه الترشحات تتقدم للجامعه، تم دراسه الترشحات هذه وكيف كيف تتبعث لسلطه الاشراف وهنا على وزاره الشباب والرياضه، وتم دراسه الملف زاده وتتعطى موافقه سلطه الاشراف باش ينجم المترشح هذايا تقدموا الجامعه كمترشح على تونس للكاف. وهذا معمول به في كافه الجامعات وكافه الاختصاصات، ماناش نحكيو على كره القدم اكاهو. برشا خلافات صارت على تاريخ الارسال، فما شكون يقول لك مده الارسال اسبوع، فهذاك علاش نبعثوا بكري. فما شكون يقول لك التاريخ اللي تم اعتماده تاريخ خروج الوثيقه من تونس، فما شكون يقول لك تاريخ وصول الوثيقه الى مصر. هذه الكلها اختلافات. باش نقول لك ايمن انه البحث اللي عملناه وكنت حاضر زيد عليه ما فما حتى نص قانوني يقول وقتاش لازم تبعث، والا انه يفرض على الجامعه انها تنشر اصلا المراسله اللي جاتها من الكاف، ولا انها تعلن على فتح باب ترشحات. هذا الكل ما فما حتى نص قانوني موجود عليه. لكن فما شكون يقول لك اخلاقيا كنا نجموا مثال نهبطوا نقولوا راهو هاو تم فتح باب الترشحات، راهو عندكم مثال حتى للنهار ما نعرفش 1 نوفمبر هكاك باش احنا نلقاو الوقت باش نبعثوا. لكن هل كان معمول به هذا في السابق؟ لا ما كانش معمول به في السابق لانه ما فما حتى حاجه تفرض. ونزيدك زياده انه ماهوش معمول به في حتى بلد افريقي، وحتى الكاف في حد ذاتها لا تنشر على الموقع الرسمي نتاعها، لا تنشر على صفحتها، هي فقط مراسله يتم ارسالها. هذا علاش ايمن احنا قلنا علاش ما نتفاداوش هذايا الكل، وخاصه انه المنصب هذايا مهم، علاش ما نعملوش معايير يتم بها اختيار. يا خويا هو مش مفروض علينا، لكن احنا نجموا نعملوا حاجه اللي نخليه انه الممثل هذايا اللي باش نقدموه كوجه تونس، كوجه للرياضه التونسيه، كشخص يمثل الدبلوماسيه الرياضيه، يكون شخص فيه المعايير الكل وفيه اجماع من العباد، وهذا ينطبق على كل الهيكل الرياضيه. ماناش نحكيو على كره القدم اكاهو، يكون عنده شروط نتاع ترشح مستوى كما صحيح. لو احنا باش نصدروا للكاف كراس نتفاعل معك بشرى. فما التمثيليه تونس كانت ديما موجوده في صلب الاتحاد الافريقي لكره القدم وصلب المكتب التنفيذي منذ الثمانينات، من 1988 كما قلت ايمن، واحنا تعدينا عليها النقطه هذه. كانت ديما تونس ممثله من 1988 حتى التوا في شخص سليم معلول وسليم شيبوب، طارق البوشماوي ووديع الجيري. وحتى ايمن كنا موجودين يا اما بالانتخاب والا حتى انه يكون عندك منصب في المكتب التنفيذي للفيفا فتاخذ العضويه في الكاف، والا حتى بالتعيين. يعني باي طريقه كان موجوده كنا موجودين وعمرنا ما خلينا بلاصتنا فارغه. يمكن زاد ايمن الحاجه هذه اللي تخلي برشا عباد تقول لك ما فماش علاش باش نجيو العام هذايا ونخليو بلاصتنا. فقط اخر حاجه نحكي ايمن على الشروط اللي حكينا عليهم والمعايير. النجم هذوما نختاروا بهم كما قلنا الشخص الامثل. اهم الحاجات ايمن اللي نتغافلوا عليهم اللغه
نجم نقولوا اللغه الانجليزيه تو ولات حاجه مفروض منها باش انت تتناقش غاديك وباش تدافع وباش نجم تقرا الوثائق الرسميه اللي هي باللغه هذيك. كيف عندك الشهاده العلميه لانه هي باش تحكم في انهي لجنه من اللجان تنجم تكون موجود. وهذا ديما ينطبق على كل الرياضات وكل الاختصاصات ومهما كانت الاسامي ومهم جدا. انتو كانت تخيل الحاجات هذوما الكل هي بسيطه ولكن تغنينا على كل المشاكل والكلمات. يعجبني في الديبا في هذا اللي قاعد يتطور سي طارق من حصه الى اخرى انه مش لازم فقط نبسطوا المشاكل بل نقترحوا حلول هكا ولا لا. هذا دورنا بالحلول يزينا محكينا هذا دورنا طارق الغديري نعرفك ملم بالتفاصيل هذوما نتاع الكاف والانتخابات وكذا. ثم نقطه وسؤال هو سالته بشرى، فاش تتمثل اهميه وجود تونس صلب المكتب التنفيذي للكاف؟ مش نحكيو على اللجان، ثم فرق كبير هنا. فيما تتمثل اهميه انه نكونوا موجود بريمورديالمون في المكتب التنفيذي، وانه ثم خاصه ثم وجهه نظر محترمه سمعناها تقول انه مصلحه تونس تتمثل في تنازلها على المقعد من اجل الجزائر. شنو وجهه النظر نتاعك بارابور؟ فما كلمه مهمه قالتها بشرى اللي هي الدبلوماسيه الرياضيه. الدبلوماسيه الرياضيه ما تختلفش برشا على الدبلوماسيه الحقيقيه، انه يكون في تونس معناتها عندنا ممثلين سواء في الهياكل الدوليه سياسيا حتى رياضيا، زاد لازم يكون عندنا ممثلين دوليين. ما نتنجمش تونس اللي موجوده من 88 الى يوم الناس هذا ما غابتش عن الكاف في اللجنه التنفيذيه، ما يلزمش تغيب اليوم. الاشكال شنو هو؟ تونس في مرحله انتقاليه، فشلنا في انتخابات، في تنظيم انتخابات. علاش الفيفا هيئه لجنه التسويه. لجنه التسويه مهامها الاساسيه هي الاعداد لجلسه انتخابيه كذا، وهذا هو اسباب اللغط اللي صار المده الاخرانيه. علاش متى تم ارسال ما ترشح الفلاني تزكيه فلانيه وعلاش ما تمش اعلام البقيه. الواقع على الحال والظروف كيفاش تصير والترشحات هذه كيف تصير، انه كل مترشح يقدم يحضر ملفه وحده ويعرف الاجال القانونيه، لانه هذا منصص في الفصل 18 من قوانين الكاف. فصل 18 يقول لك معناتها الموعد اللي هو 12 نوفمبر اخر اجل لارسال ثم يلزم يكون الكاشيه نتاع البوسطه المصريه البريد المصري اللي هو مقر الكاف موجود فيها، يلزم قبل 12 نوفمبر يوصل التزكيه والا الترشح للمرشح البلاد هذيك اللي احنا ننافسوا على مقعد واحد اللي هو مقعد شمال افريقيا. المقعد الثاني كما قالت بشرى عند عبد الحكيم الشلماني الليبي حتى 2027. الاشكال شنو هو؟ الاشكال في الفتره الاخيره السيد حسين جنيح تقدم بالترشح نتاعو، تقدم الجامعه شاورت سلطه الاشراف قالت ما فماش معناتها موانع السيد حسين جنيح يترشح للانتخابات، وبذلك تم قبول باعتبار احترام الاجال، لانه باش توصل نهار 12 نوفمبر في بريد سريع يكون لمصر ونعرفوا سرعه البريد نتاعنا، ويكون الكاشي البوسطه المصريه موجوده عند الاتحاد الافريقي لكره القدم. فما مده زمنيه الناس اللي عندها خبره في الكاف تعرف التوقيت المعين في ارسال الترشحات وقتاش. هذا صار ترشح ورقه من تونس. انا واحد من الناس تمنيت انه يكون فما برشا ترشحات والجامعه تختار، ولكن اعتقد انه لجنه التسويه الحاليه الموجوده ما كانش عندها معناتها الرفاهيه هذه انه تختار معناتها ما بين اكثر اسماء، خاصه انه ما فماش ترشحات. قدم السيد بلال الفضيلي من بعد قال انه انا مستعد للترشح، وقدم فعلا معناتها الجامعه التونسيه، ولكن وقتها انتهى الامر لانه الجامعه نجم نتناقشوا معناتها هل الجامعه هيئه التسويه كانت نجم تستنى ولا ما تستناش. هذه اشكال معناتها نجم نتناقشوا فيه، ولكن لا اعتقد اجرائيا انه الوقت كان تزكيه يعني الخيار يصير ولا فما الاجل نتاع 12 نوفمبر كما قلت لك بختم البريد المصري لازم نهار 12 نوفمبر يكون التزكيه موجوده عند المكتب الجامعي. بسرعه باش نتوجه لك سؤال اليوم. نحن فقط لحظه برك سامحني بشرى، على بعد 48 ساعه من اللي هذوما حتى لتوا الجزائر ما قدمتش رسميا ترشحها من خلال الجزائر 2017. هل سينسحب الجزائري صادي ولا شنو؟ انا نعكس بشرى شويه، لا اعتقد انه وليد صادي، لانه هذه الورقه الاخيره عند وليد صادي في ديسمبر تنتهي فتره الولايه نتاعو على راس الاتحاديه الجزائريه لكره القدم، ولا اعتقد انه باش يفوت فرصه هذه. لحد الان كما قالت بشرى صحيح ما فما حتى تصريح رسمي انه بعث، ولكن انا اعتقد شخصيا انه ارسل. في الحاله هذه تصير انتخابات بين تونس ما بين مقعد بواحد لتونس والا الجزائر، يعني ما بين وليد صادي والا حسين جنيح. المشكل انه الجزائر من 2017 ما عندها حتى ممثل في المكتب التنفيذي،
وكل الترشحات اللي ترشحتهم الجزائر في المده الاخيره كل خسرتهم في الانتخابات واحيانا بصوت ضعيف، وهذا مفهوم لانه نحكي ديما على اللوبيات في الاتحاد الافريقي، اللوبي المغربي بمسانده موريتانيه اللي هم نواب رئيس الزوز فوزي لقشع واولاد يحيى، لوبي قوي جدا وعنده امتداد في كامل القاره الافريقيه. هذاك علاش الحظوظ الجزائريه تعتبر ضعيفه شويه باعتبار انه نعرفوا الاشكال السياسي اللي موجود ما بين المغرب والجزائر. بالنسبه للسيد حسين جنيح ماهوش جديد على الكاف، هو عضو لجنه قاره، هي لجنه تنظيم كؤوس افريقيا للشبان اللي مرشحه كاس العالم عاده معناتها من 2023 و 22 موجود في الكاف. ممكن هذه تخليه يكتسب خبره معناتها التنافس. بقينا من بعد اذا ترشح وليد سادي، الى حد الان ما فماش تاكيد رسمي، اذا ترشح وليد سادي اعتقد انه المقعد باش يكون تونس. باش يكون تونسي واذا ما ترشحش طبعا المقعد باش يكون تونس باعتبار لكن ما ترشحش تمشي